السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض غدا سريع ويفتح النفس، وهقول لكم سر من اسرار البشاميل الكريمي. تحطي معلقه بعد ما يبرد. هقول لك تابعيني لاخر الفيديو واعرفي ايه السر ده وايه المعلقه دي. تمام، شايفين الشكل؟ تحفه طبعا. وهقول لكم ايه الغدا دوت طبعا، بس انا بشوقكم تشوفوا. ايه رايكم في المنظر يفتح النفس طبعا؟ الله، بجد الريحة والطعم تحفة. بس في البداية نحط لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت حلو منكم عشان اكبر بيكم بدعمكم. اول حاجة هحط حلة على النار فيها قطعة توم، واحط قطعة زبدة وشوية زيت. طبعا عشان الزيت والزبدة لازم يبقوا مع بعض. تمام كده، ما بيكترش المادة الدهنية قوي. تمام، عشان الاكل يبقى خفيف. حطيت بقى قطع فراخ كده مكعبات صغيرة، شوحتها وحطيت عليها الفلفل احمر كده واصفر واخضر قصدي. لو عندك فلفل احمر ممكن، بس انا ما عنديش. تمام، ادها طعم وتست حلو قوي. تمام كده. حطيت طماطمايه كده تكون ماسكه نفسها، ما تكونش بتنزل ميتها، واقلب برضو. الريحه بقى مش قادره اقول لكم تحفه. احط بقى التوابل بتاعتي، احط بابريكا، بهارات فراخ. خلاص كده خلصنا الفراخ بتاعتنا. نيجي بقى نعمل البشاميل بتاعنا. معلقتين دقيق مليانين معلقة هرمية، حطيت عليهم كوباية لبن كبيرة. اقلب على البارد، كل ده على البارد. تمام كده. تمام، احط بقى شوربة. انا بحب في البشاميل شوربة مع الحليب. تمام، بيديله طعم حلو قوي. تمام، انا ما حطيتش زبدة ولا سمنة ولا حاجة، عشان برضو ايه نخف من الدهون. حطيت بقى الملح والفلفل، حطيت جبنة موتزاريلا، وقلب بقى. شايفين البشاميل عامل ازاي؟ والبشاميل ده انا عايزاه خفيف مش تقيل. نيجي بقى في السر في المعلقة اللي هتخلي البشاميل كريمي. نص معلقة بيكنج باودر. بعد ما يبرد البشاميل نحطها بالشكل ده كده. تمام، وزي ما قلنا انا مش عايزة البشاميل ده يكون تقيل، يكون خفيف. تمام كده. نيجي بقى نعمل الصينية بتاعتنا. احط شوية كده في ارضية البايركس. وعندي مكرونة مسلوقة، اي نوع بقى تحبيه. احط نص المكرونة كده في الارضية. واجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفة وطعمها رائع، وما خدتش مني وقت ولا مكونات كتيرة. تمام، افردها بقى كده. نيجي بقى نحط معلقة بشاميل برضو كده على الفراخ. تمام، واحط بقية المكرونة كده.
مكرونة طبعا مسلوقة بالشكل ده كده. اجيب بقى بيضتين وبقية البشاميل واحط على البيض ملح وفلفل، واقلب البيض بقى مع الباقي من البشاميل بالشكل ده كده. تمام، بيديك لون حلو قوي للبشاميل، بيبقى طعمه بيبقى احلى. احط بقى الطبقة التانية كده. تمام، الغدا ده خفيف جدا، دهون اقل. نيجي بقى ايه كده شوية جبنة موتزاريلا واحطهم كده على الوش بالشكل ده كده، واحطها بقى في الفرن على الرف الوسطاني لحد ما اللون ياخد اللون الجراتان. تمام بالشكل ده كده. ايه رأيكم؟ طعم رائع رائع، جربوها تعجبكم جدا. قولوا لي رأيكم ايه، متنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت حلو، واسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.